مرحبا بكم أخواتي الغاليات. أتمنى أنكم تكونوا على خير وفي أتم الصحة والعافية نتوما والأهل ديالكم والأحباب ديالكم. ونبدأ الكلام ديالي بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقبل ما نبدا القصة ديالي نبغي نترحم على الأموات اللي ماتوا في الفيضان ديال الآسفي، ونقول اللهم ارحمهم واغفر لهم واكتبهم عندك في الشهداء يا رب العالمين، ورزق الأهل ديالهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قصتنا ديال اليوم أخواتي هي ديال واحد جوج صحاب، هشام وحسام. هشام وحسام من صغرهم وهما مصاحبين الروح للروح، ما كيتفارقوش، ما كي... كيقراو في نفس المدرسة، كيمشيو بجوج ويجيو بجوج، بحال تقولي لخوت وصافي. وشحال زوينه اخواتي ملي كيكون شي جوج مصاحبين، يعني على الخير وكيتلاقاو في الخير وكيديروا الخير. وحتى الا شي واحد فيهم غلط او بغى يدير شي حاجه خايبه، الاخر كيجرو وكيقول ليه لا وكيوريه عقله وكيردو للصواب. هذه هي العلاقه الزوينه اللي كنتمنى ان جميع الاصدقاء يكونوا يعني مجموعين عليها. لكن للاسف العلاقه ديال هشام وحسام ما كانتش من هذا النوع، كانوا يعني مجموعين على الشر بهذا المعنى. والسمعه ديالهم خايبه ما بين الناس كاملين، عارفينهم انهم ما كيديروا الا الشر، وكيجريو في الشر، وما خلاوش شي حاجه ديال الحرام اللي ما داروهاش وما جربوهاش للاسف. ودابا ملي وصلوا ل20 سنه، كل واحد فيهم تزوج هشام وتزوج حسام. ولكن رغم انهم تزوجوا زعما وغادي خصهم يديروا عقلهم، ولكن هما بقاو غير زايدين في هذيك الاعمال ديال الشغب ديالهم، وزايدين في الحرام، وزايدين في ديك العلاقه اللي مجموعين غير على الشر. واحد النهار هشام جا عند صاحبه حسام وقال ليه شوف صاحبي، انا ما كاين ما نخبي عليك، انا راني كنبغي واحد المراه، هي راها مزوجه وكبيره عليا شويه في السن، عندها 30 سنه، ولكن انا كنموت عليها وباغي نمشي معاها، وراني محتاجك بزاف باش توقف معايا. وراني هدرت معاها هي وقالت لي شوف، ما كاين ما احسن من انك تجي عندي للدار، وبغيتك صاحبي توقف معايا باش تدوز هاد الخطه على خير، خصوصا وان راجلها ديما حاضيها. داكشي علاش الا بغيت نمشي عندها للدار خصني انا محتاج لك. قال لي حسام طلب صاحبي اشنو بغيتي مني، كيفاش فاش غنساعدك. قال وافق يعني على ديك هذه، انه غادي يساعده باش يمشي يدير هذيك الخيانه هذيك المعصيه ارتكبها مع مرت الراجل، عوض ما يوريه عقله ويقول لي خويا صاحبي هذا الشيء راه حرام وما كيبغي لي الله ولا العبد، وراه حشومه عليك دير هذا الشيء. قال لي لا، نوقف معك وقول لي كيفاش نساعدك. وهو يجاوبو هشام وقال ليه ها انت صاحبي بغيتي تعاوني، انت غادي تمشي عند راجل هاد المرة اللي غادي نمشي عندها انا، وغادي تلاهيه ليا حتى نقدر نمشي عندها انا مرتاح. غادي تبقى ملاهيه بالهضره حتى ملي يبغي يجي لدارو، غادي عند مرتو غادي تصوني ليا وتقول لي ها هو جاي باش انا نخرج من عندها ونمشي في حالي باش ندوز كلشي بسلام. حسام بلا تردد قال ليه صافي صاحبي كون هاني، هذه مهمه ما كاين مسهل منها، ولكن شكون راجل هاد المراه قول لي. قال ليه هشام راجلها راه هو الامام ديال المسجد اللي حدانا فلان. وهو يقول ليه حسام استغرب وقال ليه هواه مرات الامام صاحبي. قال لي مرات الامام، وهي راه هي اللي حتى هي باغياني، وراها قالت لي عير جي عندي للدار، راه كون شفتيها صاحبي راه زوينه وراه عجباتني بزاف، خاصني ضروري نمشي عندها للدار. هشام قال ليه راه هاد الامام راه كيصلي بالناس المغرب، ومن العاده راه ما كيرجعش للدار، كيبقى كيصلي المغرب حتى يصلي العشاء ويسالي عاده يسد المسجد وكيجي كيرجع لدارو. وانت من بعد صلاه العشاء غادي تمشي، غتبدا تسول فيه على شي اسئله وتبدا تهضر معاه، تجبد معاه اي موضوع غير باش تلاهيه ليا حتى انا نسالي ونخرج على خاطري نمشي في حالي.
صافي داكشي اللي كان. حسام طبّق هذيك الخطة الشيطانية اللي اتفقوا هو وصاحبه عليها، وبقى هشام كيمشي عند هاد المرا، وحسام كيقوم بهذاك العمل ديالو الشيطاني، كيبقى يمشي عند داك الإمام وكيبقى يلاهيه بالهضرة ويبقى يسول فيه دائما. وكان هاد الشيء كيعاودوه 2 مرات حتى 3 المرات في السيمانة. وواحد النهار حسام سبحان الله هو بحال بدا كيأنبو ضميرو، وما حدو هو كيتكلم مع داك الإمام، والإيمان كيزيد يترسخ ليه في العقل ديالو، في القلب ديالو. بدا كيصلي معاهم حتى العشاء، غير باش ملي يساليو العشاء يمشي يلاهي هذاك الإمام. داكشي علاش بحال داك القرآن وداكشي، داك الجو الروحاني اللي كيكون في المسجد بحال أثر عليه، وبدا كيتغير. سبحان الله. هادي العباد. حسام جاتو واحد الصحوة وواحد تأنيب ضمير كيف ما قلت لكم، وبقى كيقول اش هادشي اللي كندير انا، هادشي راه حرام وراه ما كيبغي لا الله ولا عبده. فهاد الراجل اللي كيصلي بالناس وكيقول الله اكبر مع شحال من مرة في النهار، كيفاش انا هو تيق فيا وكيوقف معايا وكيعطيني وقت ويجاوبني على الاسئله ديالي، وانا كندير ليه هادشي، كندير فيه هادشي. وكيفاش هاد مراتو سمح ليها الضمير ديالها انها تخونو مع واحد بحال صاحبي انا اللي هو الشيطان في صورة انسان. حسام بدا كيتبدل بشويه بشويه، بدا كيصلي معاهم العشاء شويه، ولا كيجي الصلوات الخمس كاملين كيصليهم مع داك الامام. وفي واحد النهار حسام وهو يقول الإمام اسمح لي يا سيدي، أنا بغيت نقول لك شي حاجة ولكن نبغيك تحكم في أعصابك. قال له الإمام غير تكلم ولدي، أنا ضابط أعصابي، غير قول شنو عندك يا ولدي. هنا حسام هو يقول ليه بغيت نقول لك سيدي راه مراتك كتخونك مع صاحبي، وهو اللي كيقول لي سير عند الإمام ولاهيه ليا حتى نسالي انا الخيانه ديالي مع مراته. الامام بدا كيضحك وبقى كيشوف فيه، قال ليه مراتي انا؟ قال ليه حسام مراتك انت سيدي، ورا دابا راه نبقى فيا الحال وبقيتي فيا وبغيت نقول لك الحقيقه. هو الامام يقول ليه ولكن ولدي اكيد كاين شي سوء تفاهم، انا مراتي الله يرحمها راه توفات شحال هادي شي 4 سنين دابا. وهو يقول لي حسام وهو متفاجئ كيفاش مراتك ميتة؟ قال له الامام اياه مراتي ميتة الله يرحمها ويحسن اليها. حسام سكت وبقى مصدوم غير كيخمم، وقال مع راسو ما يمكنش، هذه اول مره في حياتي اللي هشام صاحبي ما كيقولش ليا الحقيقه، كذب عليا وشمتني. اش فراسو هذا؟ واش كيدير من ورايا بلا ما يعلمني؟ حسام بحال حس بشي حاجه ماشي هي هذيك، قرر انه يبقى ماشي على نفس الخطه مع صاحبه، وما يقول ليه حتى شي حاجه حتى يعرف ويكتشف اش كيدير صاحبه. في ديك الليله هشام عيط لصاحبه حسام عاوتاني كيف ما القاعده، وقال ليه انا غادي نمشي، راه داير مع مرات الامام حقه، وبغيتك تمشي تلاهيه ليا كيف ما القاعده. قال ليه حسام صافي كون هاني. وحسام في هذيك الليله وفي الوقت المناسب، عوض ما يمشي الجامع عند الامام، مشى حدا البلاصه فين كيكون هشام، وبقى بعيد وحاضيه. وكيف خرج هشام وبدا غادي باغي يمشي يتلاقى مع هذيك المراه اللي باغي يتلاقى معاها، بقى هشام غادي، وحسام تابعه غير بشويه من بعيد لبعيد وحاضيه فين غادي، حتى لقاه انه غادي قاصد واحد العماره. هو يقول حسام مع راسو اويلي شنو جاب هشام لهنا؟ هذاك شتو طالع في الدروج ديال العماره في كنسكن انا. مهم هشام طالع وحسام تابعه بلا ما يشوفه. وللمفاجأة ان هشام قصد الدار ديال حسام، ما مشى حتى شي دار اخرى. وحسام تابعه وكيشوف فيه تدق وتحليه الباب دخل الدار ديال حسام. حسام تصدم وتجنن ومشى كيجري، هرس الباب ديال الدار دخل لدارو، فاذا به كيلقاهم في واحد الوضع، مراته
مع صاحبه هشام، لقاهم في واحد الوضع اللي هو مخل للحياة. هشام صاحبه كيخونو مع مراته. اييه، هادي راه خيانة عظمى، يعني ما بعدها خيانة. وهو اللي كان كيثيق فيه، وهو اللي كان مساعدو على هاد الخيانة للأسف. هشام ملي شاف صاحبه هرب، كيجري مشى فحالو. حسام بغى يتهور، بغى يدير شي حاجة، مشى للكوزينة باغي يجيب شي حاجة، باغي يرتكب جريمة. وهو سبحان الله من جا ونزل عليه واحد العقل، وهو يتراجع قال اش غادي ندير، واش انا غادي نمشي نرتكب شي جريمة. وتهدن شويه وخرج من دارو. خرج من دارو ما عارفش فين يمشي، ما جا غير في بالو غير داك الامام ديال المسجد اللي كان كيمشي عنده، وهو يمشي عنده يجري المسجد. وقال ليه دابا بغيت نتكلم معاك، انا بغيت نعاود لك راني في واحد الحاله يرثى لها، انا في واحد الحاله اللي انا مصدوم وما عارف ما ندير، وانا قصدتك انت باش تفتي عليا اش غادي ندير في هاد الواقعه اللي وقعت ليا وجاتني في صاحبي ومراتي. قال لي الامام قول لي يا ولدي، احكي لي شنو وقع لك. قال ليه صاحبي هشام اللي بحال خويا، واللي ما كيخبي عليا والو وما كنخبي عليه والو، واللي بحال خويا، يعني من صغرنا وحنا ملاقين مع بعضياتنا ومصاحبين، ما حتى حاجه ما كتفرق بيناتنا. لقيته في داري كيخونني مع مراتي. وعرفت يا سيدي انا في الاول كانت كنت كنجي عندك الجامع حيت هاد صاحبي بغاني نلاهيك انت، باش هو يمشي زعما عند مراتك، وهو هاد الشيء دايروا ليا غير زعما بغى يقولبني. هو راه باغي يلاهيني انا وكيمشي عند مراتي انا. وملي قلتي لي بان مراتك توفات، وانا نولي حضيته اليوم وتبعته، تلقيته انه كيمشي لداري وكيخونني مع مراتي. اكتشفت الحقيقة المرة، اكتشفت ان صاحبي كيمشي لداري وكيصيفطني عندك الجامع باش يكون مهني مني، لقيته كيخونني مع مراتي، ومراتي اللي كنت تايق فيها كتخونني مع صاحبي. وانا جيت عندك سيدي باش تقول لي اش ندير معاهم بجوج. الامام بقى غير كيشوف وتصدم تا هو، وقال الحسام والله انت ولدي والله الا فيك الخير، وراك ورا الله بغالك الخير، داكشي علاش كشفهم لك بجوج وعرفتي حقيقتهم دابا. ودابا انا كنقول لك طلق هذيك المراه، ما عندك ما دير بها، ماشي في حالك، يعني طلقها. وياك يا ولدي انا كنصحك، وياك تهور ودير شي جريمه اللي غتندم عليها حياتك كامله. صاحبك ومراتك الخاينه ما كيستاهلوش تضيع حياتك على قبلهم، دعيهم الله وخليهم. وبعد منهم، يعني سير لشي بلاصه اللي تكون بعيده، ما تبقى لا تشوف لا مراتك ولا هو، ما تبقى تسمع عليهم حتى شي حاجه، وبدا حياتك من جديد. انا غادي نطلب لك الله سبحانه وتعالى انه يعوضك، يجيب لك شي بنت الناس اللي تستاهلك. وغادي اكيد غادي تلاقى مع ناس اللي هما مزيانين في طريقك، والحمد لله اللي هداك انك رجعتي للطريق ديال الصواب وخرجك من هذاك المستنقع اللي كان مدخلك ليه صاحبك. حسام مشى بالفعل، طلق هذيك المرأة الخائنة وتحول من هذيك البلاصة كاع اللي كان فيها باش ما يبقى لا يشوفهم لا يسمع عليهم. وانتهت القصة أخواتي. رسالة مهمة من هذه القصة، وهي أن الخيانة عمرها قصير، والخائن طال زمان أو قصار غادي يحصل، وعند الله تلتقي الخصوم. اخواتي الغاليات، نتمنى انكم تكونوا تستافدتوا شي حاجه من هاد القصه، وكنبغي نسمع الاراء ديالكم في التعليقات في التصرف ديال هاد الزوج، كيفاش تصرف مع صاحبه ومع مراته ملي لقاهم كيخونوه، وكيفاش ورايكم في مراته وفي صاحبه، كيفاش علاش داروا هاد الشيء معاه. نبغي نسمع الاراء ديالكم في التعليقات اخواتي، وفضلا وليس امرا دعموني بلايك وباشتراك وبارطاجيو هاد القصة
مع الأهل ديالكم ومع الناس اللي باش تعم الفائدة ويستافدوا جميع. وإلى فيديو قادم وقصة قادمة، دمتم في أمان الله.